بتفكر تيجي كندا ومش عارف تبدأ من أنهي مدينة؟ اسمعني كويس. ناس كتيرة بتجري على تورونو أو فانكوفر، بس خليني أقولك الحقيقة، المدن دي غالية جدا. إيجار الشقة الصغيرة في تورونو ممكن يوصل $2500 في الشهر، ده غير المواصلات والأكل ومستلزمات الحياة. دلوقتي لو أنت معاك ميزانية محدودة، فكر في مدن زي كالجاري أو إدمنتون في ألبرتا. السكن هناك أرخص والضرايب كمان أقل، لأن مفيش ضريبة مبيعات في ألبرتا. ولو بتحب المدن الهادية والطبيعة، شوف هاليفاكس، هتلاقيها في نوفا سكوشيا. اختيار ممتاز، خصوصا لو بتدور على بداية مريحة وسكن أرخص. وفي كمان مدن صغيرة حوالين مونتريال إيجاراتها رخيصة، بس لازم تكون مرتاح مع اللغة الفرنسية. الخلاصة، مش لازم تبدأ في المدن المشهورة، ودور على المدن اللي هتساعدك توفر وتبدأ صح. دي حاجات كتير في ناس كتير ما بتقولهاش. لو تعرف حد ناوي يهاجر، ابعت له الفيديو، وما تنساش تحفظه وتحط في الكومنتس تحت أي سؤال أنت عاوزه وهجاوبك عليه على طول، وأنا معاك خطوة بخطوة. أشوفكم الفيديو الجاي.